السلام عليكم. أنا هنا في مدرستي عشان أتكلم عن فيديو مهم جدا جدا جدا. لاحظت إن في ناس كتير عملوا فيديوهات عن المدرسة الثانوية في أمريكا، ولكن لقيت إن كلهم متفرقين، أو بمعنى أصح مفيش فيديو شامل يجمع كل الكلام دوت. فقلت ليه ما عملتش أنا الفيديو دوت ونبدأ إن إحنا نشتغل فيه. والنهاردة بدأت والحمد لله جيت في المدرسة، والمدرسة فاضية طبعا. هصورها لكم دلوقتي فاضية تماما لأن إحنا دلوقتي في وقت الوينتر بريك أو العطلة الشتوية. مفيش حد في المدرسة غيري تقريبا. فيلا بينا على طول نبدأ في الفيديو. وأول مرحلة من مراحل المدرسة الثانوية، اول حاجه وهي التقديم في المدرسه. والتقديم في المدرسه كحالتنا احنا كاسره جايه بتجري عشوائيه، فاول حاجه انك بتعرف الاداره التعليميه الموجوده في المكان اللي انت فيه. لما بتعرف الاداره التعليميه بتروح لهم وبتوريهم. طبعا انا كنفسي انا كواحد عندي مثلا 15 سنه، فبتقول لهم سنك. وكمان بتديهم حاجتين، يعني حاجه اسمها سجل التطعيمات تقريبا او حاجه زي كده، ده اللي هو التطعيمات اللي انت خدتها في مصر. وكمان الباسبور او شهاده الميلاد، حاجه يعني تثبت انك مولود في السنه دي فعلا، وان ده تاريخ ميلادك، عشان يبدأوا إن هم يشوفوا هم يدخلوك في أنهي صف. وهنا إحنا بننتقل للمرحلة التانية. طيب بعد ما بتحدد لك كده، أنت بتحدد، هي بتحدد لك لوحدها المدرسة على حسب المكان اللي أنتوا ساكنين فيه أو المكان اللي أنتوا مقيمين فيه لحد ما تلاقوا سكن. تمام، فهي حددت لك المدرسة. فبالتالي بعد كده بيبقى تواصل مع المدرسة. بيبتدي بعد كده إنك تروح المدرسة في يوم معين هما بيحددوهم لك. لما بتروح المدرسة بيقابلك حد اسمه الكونسلر، وده تقدر تعتبره المستشار بتاعك في المدرسة في أي حاجة. لما بتروح له فهو بيبدأ إن هو يشوف كده ويتكلم معاك ويشوف أنت كويس في الإنجليش ولا لأ. هو طبعا بيتكلم معاك بالراحة عشان تفهمه، وفي نفس الوقت هو بيكتب لك أو يعني بيحدد لك الفصول اللي أنت هتاخدها أول كلاسز وكده، ويفهمك النظام بشكل كده عام يعني. وبيقول لك تعالى من تاني يوم، ومن تاني يوم أنت بتبقى قادر إنك تيجي المدرسة بدون أي مشاكل. هنيجي بعد كده للمرحلة التانية، ويلا بينا نشوف ايه هي المرحلة التانية. فأنا معرفش اللي بيتفرج عليا هو سنه قد ايه، ولكن في المرحلة التانية أنا هتكلم عن المراحل في المدرسة الثانوية في أمريكا. المراحل هم أربعة. أول مرحلة وهي فريشمان واللي هي جريد 9. تاني مرحلة اللي هي السوفمور واللي هي جريد 10 اللي أنا فيها. وتالت مرحلة هي الجونيور ودي جريد 11. وآخر مرحلة في الثانوي هي السينيور، وده اللي بقى خلاص هيتخرج من الثانوية، وده بيبقى تمام. أنا عن نفسي كواحد خلاص يعني 15 سنة، فبيبقى السن المناسب. هما بيشوفوا إن أنت سنك مناسب في سنة 10 مثلا اللي هي السوفمور. أخيرا لقيت حد هنا معانا. طيب تالت مرحلة بعد ما أنت قدمت وبعد ما أنت عرفت الصف اللي أنت فيه واسمه كده، مرحلة الحصص. وإزاي بيتم اختيار الحصص، وأنت إزاي تختار حصتك المفضلة، وهل فعلا أمريكا حصصك بتختارها على مزاجك زي ما الناس بتقول ولا لأ. طيب أنت ليك اختيارين، إما إنك تاخد 7 حصص أو 6. وأنا بفضل لو أنت واحد جاي جديد إنك تاخد 7 حصص عشان تزود فرصك أكتر في درجاتك إنك تتحسن. طيب هل كل المواد ثابتة؟ لأ، كل المواد انت في 4 بس ثابتين اسمهم الكور سبجكت تقريبا، مش فاكر بصراحة. لو حد يعني عارف يصحح لي. المفروض ان ال4 مواد دول هم ثابتين، كل الناس لازم ياخدوهم في ال4 سنين كلهم، عشان دول انت من غيرهم ما تقدرش انك تخش جامعة. تمام. فال4 دول هم الانجليش والماث، طبعا الماث بكل فروعه، والساينس بكل فروعه. ممكن تاخد اللي انت عايزه، أو مش فاكر كان في نظام معين كده هبقول لكم عليه برضو. واحنا عندنا انجليش ماث ساينس، وكمان التاريخ والسوشيال ستاديز وكده، الحاجات اللي هي يعني الدراسات الاجتماعيه بشكل عام. لكن بشكل رئيسي هو التاريخ. فال4 مواد دول اسمهم الكور تقريبا، فدول لازم تاخدهم عشان تطلع من الهاي سكول وتخش جامعه. تمام. طيب احنا لو هنفترض ان احنا هناخد 7 مواد، فانت كده خدت 4 ثابتين مش هيتغيروا معاك طوال السنين. طيب بالنسبه للثلاثه الباقيين دول ايه نظامهم؟ طيب انت بتختار الثلاثه الباقيين دول على مزاجك. بس خلي بالك هنقول حاجه مهمه بعد شويه، عشان كده بقول لك ما تطلعش من الفيديو وكمل الاخر، ان انت ممكن تفوتك معلومه مهمه. فالتلاته الباقيين انت بتختارهم على مزاجك، وفي شروط معينه ممكن نقول عليها بعد شويه. خليك مع الفيديو وهقول لكم ايه. بس كده انت فهمت المواد تقسيمها ازاي. 4 ثابتين و3 على اختيارك. وطبعا ال4 دول لهم مستويات، يعني مثلا الانجليزي في انجلش 10 انجلش 11. فانا في جريد 10 فاخد انجلش 10، جريد 11 باخد انجلش 11. اي انجلش 11 فاهم. ففي نظام معين للمواد. هي لما بتيجي عند الكونسلر هي بتشوف انت ايه المناسب ليك وكده. أم بس ده بالنسبة للمواد يعني. انت كده عرفت المواد اللي بتاخدها وانت في سنة كام وكذلك يعني. طيب الدرجات، ازاي الدرجات بيتم احتسابها في المدرسة الثانوية في امريكا؟ الدرجات هنا ماشية بنظام اسمه الجي بي اي. والمفروض بكل بساطة ان حضرتك مش زي مصر بتعتمد على اخر سنة بس انك تجيب فيها مجموع كويس وخلاص. لا، على مدار ال4 سنين انت درجاتك بتقل وبتزيد على حسب انشطتك والواجبات اللي بتعملها وكل الحاجات اللي مطلوب منك بتعملها. فده كله ليه بوينتس، نظام بوينتس، نقط. فده كله ليه نظام نقط. فالنقط دي بعد كده انت بيبداوا ان هم يعملوا حاجه اسمها الجي بي. وانا هشرح لك دلوقتي بشكل سريع كده اللي انا فاكره ازاي بيتحسب الجي بي. طيب احنا بناخد 7 حصص تمام. فانت بتاخد مثلا، فنفترض انك جبت اي بلس فيهم كلهم. وصح، لو ما تعرفش ايه هو الاي بلس والكلام دوت فهنقول قبليها برضو يعني ايه، عشان هو ماشيين بشكل ايه منظم شويه.
طيب أنت دلوقتي عشان تعرف الدرجات بتتحسب إزاي، اعرف أساسًا الدرجات إيه نظامها، يعني إزاي أجيب ممتاز، جيد جدًا والكلام ده. طيب أعلى حاجة هي الA+ ودي في الغالب لو اتعملت عندك في المدرسة فهي بتبقى مثلًا من 99 ل100 تقريبًا، الA من 90 ل100، الB كانت تقريبًا من 80 ل90، يعني كل 10 تقريبًا بيبقى ليهم حرف معين، وكل ما عليت بالحرف كل ما بدا أحسن. طب فنفترض إنك جبت في كل المواد A اللي هو من 90 ل100، فالA نظامها في الGPA 4 عشان ما تتوهش مني، كل حرف ليه رقم، كل حرف بدرجاتك، أنت لو جبت مثلًا 90 من 100 فأنت كده خدت A ورقم الA هو 4. بعد كده بيجمعوا الأربعات، لو أنت جبت A في كل المواد يجمعوا الأربعات دي كلها على بعض، 4 كان 7 مواد يبقى 4 4 7 28 تمام، 28 رقم 28 point تمام، فدول بيقسموهم على بعد كده على 7 اللي هم المواد اللي أنت ضربتهم في 4، في الآخر الGPA بتاعك في الترم ده كان 4، وكذلك في كل السنين. فأنت لو جبت 4 في كل ترم فأنت كده جايب A+ تقريبًا أو A، فأنت زي الفل أوي. فأتمنى تكون دي وضحت، لإن دي أهم حتة تقريبًا، أنت لازم تفهم إن الدرجات في A، C وهكذا. طب أنت جبت A في كل المواد في الGPA ب4، فأنت لو بتاخد 7 مواد فاضرب 4 في 7 فأنت كده جايب 28، وال28 دول بعد كده بتقسمهم على 7 اللي هم المواد نفسهم، فبيبقى مثلًا فيبقى 28 على 7 فبتبقى 4. طيب دلوقتي أنا جبت مثلًا A في أول سنة وA في تاني سنة وA في ال4 سنين جبت A، أنت كده دحّيح تمام. يعني إزاي بيتم احتساب الGPA في السنين كلها عشان أخش الجامعة؟ الGPA بيحتسب كالآتي: أنت عندك 4 سنين صح؟ كلّهم A، فالA إحنا قُلنا الA ب4، الA ب4، الB ب3 والC ب2، بس الA ب4. طيب ال4 دول أنت خدت 4 سنين صح؟ اضرب 4 في 4 16 صح؟ طيب اقسم بقى 16 دول على 4 تاني اللي هم ال4 سنين 4، يبقى أنت كده جايب A في كل كده الhigh school بتاعتك، في كل المدارس الثانوية مجموعك الكلي كان 4. لو أنت ما فهمتش فمش مشكلة، أهم حاجة تفهم إنك على مدار ال4 سنين فأنت درجاتك بتحتسب وبتزيد وبتقل، فما تعتمدش إنك على آخر سنة بس والكلام ده لأ، هنا لأ، يعني كل سنة فاهم بتتطور أكتر، مثلًا بتبدأ من الصف العاشر تبدأ إن أنت تعرف 11 تبدأ من الصف التاسع اللي هو الfreshman، تبدأ إنك تتعرف كده السنة 10 مثلًا المواد بتزيد شوية أو الصعوبة بتزيد، 11 دي تعتبر أهم سنة لإن هي تقريبًا اللي بتحدد درجاتك بشكل عام، و12 دي بتكون مهمة طبعًا ولكن في النهاية أنت بتقدم فيها على الجامعات، فاهم قصدي؟ يعني النظام هنا على ال4 سنين كلّهم لازم إنك تركّز فيهم، ما فيش حاجة اسمها آخر سنة وبس. أظن كده أنا شرحت في حتّة الGPA، أتمنى تكونوا فهمتوها، ولو عندكم أي سؤال ممكن تكتبوه لي في الcomments عادي جدًا. وصلنا بعد كده المرحلة رقم 6 تقريبًا، وهي مرحلة إن أنا أوضّح لك إن المدرسة مش يوم دراسي وبس، يعني مش مجرد مواد وبس، لأ هو في أنشطة كتير. أنت مثلًا عندنا بناخد فُسحة ما بين نُص الحصص كده، فالفُسحة دي مش بنعمل فيها حاجة، هنا لأ الLunch أنا قاعد ورايا ده الStudent Center ده بيكون فيه الLunch وقت الغدا فاهم، بيكون فيه فراخ، بيكون فيه كل حاجة تقريبًا، بيتزا، كل حاجة ممكن تتخيلها، يعني مش عايز أأفور بس هو يعني بيكون فيه أكل تمام، وكذلك الفطار بيكون فيه فطار. آمم، وده في كل المدارس تقريبًا ما تقلقش يعني ما تقولش إن عندنا بس تمام. فأنا كده وضّحت لك إن اليوم الدراسي مش كلّه عبارة عن مواد بس، في كمان أنشطة رياضية، فأنت لو بتاخد PE فأنت لازم تعمل أنا عن نفسي أنا كان لازم أجري كل يوم في حصة الPE، آجي ألِف في الملعب مرتين عشان آخد نقط أحسّن من درجاتي. مثلًا هنا أنا في حصة أنا كنت باخدها، الحصة ما كناش بنكتب فيها أي حاجة، كان مجرد بس إن إحنا بنعمل زي كده أنشطة مع بعض وناخد عليها درجات، أنا فاكر الحصة دي تمام. اليوم الدراسي مش مجرد دراسة، ودي اللي بتميز أمريكا تقريبًا عندنا في الوطن العربي، أنا باقارن بين هنا وهنا، فما حدش يقول لي أوروبا لأ، أنا ما ليش دعوة بأوروبا. سابع نقطة هاتكلم عنها بخصوص المدرسة الثانوية الأمريكية هي نقطة الأنشطة والرياضة. هنا بيهتموا جدًا بحتة الأنشطة والرياضة. الموضوع ده منقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو الclubs أو النوادي، والجزء التاني هو الفرق. طبعًا أنا هاوضح لك الموضوع بشكل مبسط دلوقتي. الclubs أو النوادي دي مش نادي المدرسة أو كده، لأ هو زي ما عندنا في مصر في فريق الصحافة، فريق كده، هنا في برضه نوادي، نادي لكل حاجة، نادي الرسم، نادي الصحافة وكل الأندية والكلام ده طبعًا. أمّا بالنسبة لحتة الفرق فهنا الرياضة من كتر اهتمامهم بيها إن هم خلّوا كل رياضة أو تقريبًا أغلب الرياضيات اللي أنت ممكن تيجي في دماغك عاملين لها فريق مدرسة، وفريق المدرسة ده ليه موسم بيبتدي وبيخلص، وبيلعبوا ضد مدارس تانية وليهم طقم معين بيلبسوه كلّهم، وفي كل مدرسة يعني أنا مدرستي لو حد شاف الlive اللي فتحته من شوية وقفلته، هيلاقي إن أنا كنت قاعد في استاد 11 ملعب 11 ده أصلًا بيلعبوا عليه الفريق بتاع المدرسة. أتمنى حتة الأنشطة والرياضة تكون واضحة، وتفهم إن أنت تقدر إنك تقدّم، يعني أي حد ليه الحق إن هو يقدّم في أي فريق هو عايزه وأي رياضة هو بيحبها، وطبعًا ممكن إنك تترفض أو ممكن إنك ما تخشش الفريق، لإن أنت مش شرط تكون أحسن من اللي موجودين في الفريق، أصل هي أنت لو كويس فأنت هياخدوك الفريق، لو مش كويس فمش هياخدوك، فهي مسألة واحدة. تاسع نقطة حابب أتكلم عنها وهي الحرية والمسؤولية.
من شويه لما كنت في المدرسه، لما صورت لكم كانت المدرسه احنا في وقت اجازه، مع ذلك المدرسه مفتوحه، مفيش سور، مفيش الاستاد كمان، الاستاد مفتوح اللي كنت قاعد فيه في اللايف لو شفتوه. فحريه تامه انك تروح في اي وقت لو انت طالب في المدرسه، حتى لو انت مش طالب، المكان حر جدا مفتوح. لذلك فانت لازم تقدر الحريه دي وتكون مسؤول قدامها، لان انت حتى لو حد قدامك انت شايف ان هو مش كويس او اعتقاداته غلط، لازم للاسف تتقبله مهما حصل. حابب اعمل مقارنه بسيطه بين المدارس في مصر وامريكا من وجهه نظري انا، مش اي حد تاني. هقول بس الاول في الوقت المدرسه في مصر، احنا بنروح الساعه تقريبا 8 بيبدا الحصص وبتخلص واحده في العادي يعني، اللي انا كنت متعود عليه. هنا انت بتروح 8 ونص او 8 بتخلص 3 ونص. فانت من اول تسمع الكلام ده تقول ايه ده، انت ما كده الموضوع عندكم اصعب. لا، هو مش اصعب، لان انت في مصر بتحتاج تروح دروس، تحتاج تذاكر كتير جدا، تذاكر بغباء. ما بقولش انك هنا مش هتذاكر، بس في مصر الموضوع متعب في الدروس ويومك بتضيع على دروس. هنا لا، المدرسه انت بتعمل اتفاق منها فمش محتاج تاخد دروس. كمان انا شايف ان في مصر الموضوع بيعتمد على اخر سنه، اتكلم عن المدرسه الثانويه، اخر سنه بس، وانك تجيب درجات فيها كويسه. هنا في امريكا لا، انا زي ما قلت لكم الاربع سنين كلهم كل سنه انت بتحصل درجات، في الاخر كلهم في الجي بي اي بيتجمعوا وبتعمل المعادله اللي اتمنى تكونوا فهمتوها، ما فهمتهاش اكتبوا لي في الكومنتس هشرحها في فيديو قصير او في لايف. بس ده كان وجه المقارنه اللي كنت عايز اقارن بيه يعني. اعتقد ان انا كده جبت لك المساله من اول التقديم لغايه ما وصلنا ان انت عرفت المواد والانشطه وكل حاجه جوه المدرسه. طيب انت دلوقتي خلصت لغايه جريد 12 وعايز تخش جامعه، فايه الشروط انك تخش جامعه بعد ما تخلص الثانويه؟ هتكلم عن بعضهم او اهمهم يعني. طيب اول حاجه هي الجي بي اي اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، والجي بي اي عشان نبقى متفقين هو مهم، ولكن هو مش اهم حاجه، لان الجي بي اي لو هو اهم حاجه فكان كل الناس دخلت احسن جامعه. لكن الجي بي اي مهم بس مش هو اهم حاجه. فالمجموع فعلا بيحتاجوه بس مش هو رقم واحد، لان في حاجات تانية كتيرة مهمة جدا الجامعة بتبص لها لما تيجي تقدم. تاني حاجة وهي اختبارات القبول. في اختبار كده اسمه سات، وسات دوت انا عرفت عنه معلومات شوية، ان هو بتدفع له فلوس بتاخده الاختبار ده، يعني في بعض الجامعات بتحتاجه وبعضها لا، فانت هتشوف الجامعة اللي انت تقدم لها ان شاء الله لما تيجي محتاجاه ولا لا. في الغالب هتبقى ما هي محتاجاه يعني، فهتعمله بكل بساطة عشان تاخد شهادته أو نتيجته بتديها للجامعة. وتالت حاجة أو رابع مش فاكر، هي الأنشطة اللامنهجية أو الأعمال التطوعية. هنا أعتقد إن دي بالنسبة لهم بتفرق جدا في شخصيتك، لأن الجامعة لما بتيجي تختار طالب فهي بتختاره على أساس أسس كتيرة، منها إنك يكون واحد فعال في المجتمع، واحد فعلا طالب يستحق إنه يكون موجود في المدرسة. فعشان كده هتحتاج إنك تعمل أعمال تطوعية وتثبت ده بتوثيق، أو إنك تقول أو تسيب يعني وأنت بتقدم في الجامعة تسيب رقم الناس اللي أنت كنت متطوع عندهم، سواء بقى متطوع في مسجد، في شارع، في عمال نظافة، أيا كان أنت متطوع فيه يعني. هنا وصلنا لحاجة مهمة جدا وهي البيرسونال ستيتمنت، ودي حاجة يمكن ممكن تكون أنا عن نفسي شايفها أهم حاجة، إن هي بتقول لهم أنا مين. أنت بتكتب للجامعة أنا مين، أنا أحمد عايز أبقى إيه، هدفي إيه في الحياة، الأنشطة اللي بحب أعملها، كل حاجة عنك تقريبا بتبين شخصيتك، عشان هما مش بياخدوا بس مجرد درجات على الورق، هما بياخدوا شخصية وبياخدوا بني آدم. فلازم تكون كاتب كل حاجة في الحالة الشخصية أو في البيان الشخصي ده. وده بيبقى عبارة عن مقال أو خطاب كده بتكتب فيه كل حاجة عنك تقريبا، ولازم تكتب سبب اختيارك للجامعة دي وعايز تتخصص إيه فيها وكذلك. في حاجة أنا في حد قال لي إن هي لازم تتعمل بس مش متأكد بصراحة، بس هقولها لكم، هي خطابات التوصية. ودي زي مثلا إيه، لما بتروح لمدرس أو مدير المدرسة أيا كان بيكتب لك زي خطاب توصية كده، إن هو يعني الطالب ده كان عندي وكان كويس وكده، يعني بيثبت للجامعة إن هو كان طالب كويس في المدرسة. وبعدين بتقدم، والتقديم اونلاين، مفيش حاجه هنا تقريبا، اعتقد ان انا كل اللي شفتهم بيقدموا اونلاين، معرفش هل في على ارض الواقع ولا لا، بس في الغالب كله اونلاين. وفي فرص لو انت يعني واحد جاي، يعني انت لو واحد جاي بالهجره العشوائيه زي، في فرصه حلوه انك تاخد منحه. في فرص حلوه انك تاخد منح، وفي فرص حلوه انك تاخد كمان تخفيضات على الاسعار الجامعات، ده اللي انا سمعته. عشر حاجه، ودي حاجه عندي انا في المدرسه، انا معرفش هل هي مشتركه في كل المدارس اللي في امريكا ولا لا، بس اقولها لكم عشان اكون قلت لكم كل حاجه انا عارفها. هما شرطين مهمين جدا عندنا في المدرسه. لازم ما تخشش الجامعه، مش هتقدر انك تخش جامعه غير لو خدت على الاقل سنتين لغه تانية مع الانجليش. انا كاحمد باخد فرنش مع الانجليش، والمفروض ان انا كده بخلص اول سنه، والسنه اللي بعديها اخد سنتين عشان يبقى عندي كده سنتين خدت لغه تانية. والشرط التاني انك تكون خدت سنه على الاقل تربيه رياضيه، او عشان هما برضو ده شرط مهم انك تخش الجامعه عندي هنا في يعني المكان اللي انا فيه. ده اللي انا عارفه بالنسبه لي، انا ما اعرفش هل موجود في كل الجامعات او لا، ممكن يكون موجود بس بشروط مختلفه، يعني مثلا ايه، انك تاخد البي سنه وكذلك، يعني حاجات فروقات بسيطه، بس خليك عارف ان في شروط ممكن تتغير من مكان لمكان، بس هي في اخر واحده ان في شرط انك تخلص لغه تانية، ممكن تكون سنه سنتين على حسب بقى مدرسه او اداره او ايا كان. طيب هو انا كان في اسئله جات لي على البوست اللي انا نزلته على القناه، لو انت مش مشترك اشترك واعملوا شير يا جماعه للفيديو، شير عشان الناس تستفاد من الفيديو دوت على قد ما تقدر.
طيب دلوقتي انا لقيت سؤال متكرر في كل الفيديوهات، في كل البوستات اللي بنزلها: يا احمد انا اقل من 18 سنه وعايز اسافر اكمل ثانويتي هناك، او انا في اعدادي وعايز اخد ثانويه هناك. الموضوع ده ممكن، مش هكدب عليك، هو في طريقه ولكن هي صعبه. بس ليه ما اقولها الكاش ليكم؟ فهعمل فيديو عنها ان شاء الله. والموضوع ممكن، ما تقلقش، هو ممكن. لا، غير الهجره، انا بتكلم عن طرق غير الهجره. كله بيقول الهجره يا عم حظ وكده، بس احنا هنتكلم عن حاجه غير الهجره ان شاء الله. في اسئله تانية كانت بتقول انا جاي هجره عشوائيه وانا عندي كذا سنه، عندي مثلا 15 سنه 16 سنه، وهخش عايزه كده انا اخش سنه كام في الثانوي. طيب انا عندي 15 سنه، دخلت اللي هو السوفمور اللي هو جريد 10. انت مثلا 16 تخش جريد 11، 17 جريد 12، 18. فانت في الحاله دي انت داخل الجامعه. ماشي، انت 18 دي انت مخلص ثانويه في مصر وداخل الجامعه. مفيش، انا ما اعتقدش ان حد عنده 18 سنه مخلصها ولسه مخلص الثانويه في مصر. وانا وضحت من شويه برضه حته الاعمار الدراسيه هنا ماشيه ازاي مع السنين. وبكده انا وصلت لنهايه الفيديو. الفيديو ده يا جماعه متعوب عليه جدا بجد، متعوب عليه في السكريبت، متعوب عليه في الكلام، في التصوير. فعشان خاطري تنساش اللايك والشير. ولو انت مش عامل سبسكرايب او مفعل الجرس فاعملهم، لان انا بعمل لايفات، بعمل بخصوص، ما هي بعمل فيديوهات، بعمل كل حاجه. فخليك متابعني، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.